العاشرة تماما بتوقيت أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. تواصل حملة السيطرة على قزو الجراد. دعوة لضمان صحة الإنتاج الزراعي. بدء خدمات رعاية الخدج في مستشفى مصوع. آلاف النازحين خلال 10 أيام بسبب الصراع المسلح في موزمبيق. منظمة الصحة العالمية تدعو لعدم الاستسلام أمام كورونا. والصين ترفض عقوبات على شركات أسلحة أمريكية بسبب تايوان. أهلا بكم. صرحت وزارة الزراعة بتواصل أنشطة فعالة وحملات مكثفة في مختلف أقاليم البلاد للسيطرة على إسراب الجراد الصحراوي، سواء المهاجر من إثيوبيا باستمرار أو المتكاثر داخل البلاد. وبموجب ذلك أفادت المعلومات الواردة من مديريات عد قيح وأمن حيلي وطرونا وعد خالة ومن دفر بالإقليم الجنوبي بأن الإدارات وقوات الدفاع المرابطة في تلك المناطق والسكان والخبراء الزراعيين يقومون بأنشطة جادة للقضاء على إسراب الجراد الآتية إلى الإقليم الجنوبي. وأضافت المعلومات برش المبيدات على أكثر من 800 هكتار الذي انتشر فيه الجراد حتى 25 من أكتوبر، فيما لا زالت تجري أعمال فعالة للتصدي لغزو الجراد. في غضون ذلك أفاد المدير التنفيذي لإدارة ضاحية سلع دعرو السيد الماس دانييل ومسؤول القرية السيد جبر هيوت تسقاي ومسؤول تنمية المحاصيل في مديرية بريق الشاب محاري يعبيو المشرفون على حملة السيطرة على الجراد بأنه تم السيطرة على الجراد الصحراوي الذي انتشر في أراضي تقدر مساحتها بأكثر من 200 هكتار بالتنسيق الجيد بين الجهات المعنية والمواطنين في ضاحية سلع دعرو مديرية قلا نفحي بالأقليم الأوسط. وفي إقليم شمال البحر الأحمر جرت أنشطة مكافحة ناجحة من 23 وحتى 25 من أكتوبر لإبادة الجراد الذي تكاثر في مساحة حوالي 1400 هكتار في مديرية قرورة وأفعبت وشعب. كما تم السيطرة على الجراد الصحراوي الذي ظهر في مناطق محدودة في مديرية أسماط بإقليم عنسبة وأجزاء من مديريتي كركبة وسلعة بإقليم القاشبركة. ودعت وزارة الزراعة المزارعين للإسراع في الحصاد لعدم توقف إسراب الجراد القادمة من دول الجوار وتقديم المعلومات السريعة للجهات الحكومية المختصة عند ظهوره. دعا الاجتماع الذي عقد في مدينة بارونتو المزارعين والموزعين ومؤسسات الحكومة والمجتمع لضمان صحة المنتجات الزراعية والقطاعات الأخرى المستخدمة للغذاء. وأوضح مسؤول مراقبة الخضر والفاكهة في مكتب وزارة الزراعة السيد موغوس جبر مريم في الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو السكان وأصحاب البساتين ومربو المواشي أن الأسلوب غير الجيد المتبع من المنتجين في استخدام المبيدات والنقل يعرض للتلوث، ويجب اتباع إرشادات المهنيين في أنشطة التنمية لتقديم منتجات آمنة للمستهلك. وقال إن نواقص التخزين والرعاية من الإنتاج وحتى الإيصال للمستهلك من الأسباب الرئيسية للتلوث الغذائي، موضحا بأن ضمان صحة الأغذية ليست مسؤولية جهة بعينها، مناشدا جميع المنتجين والموزعين والمراقبين وقطاعات المجتمع للمساهمة. وأشار مسؤول مراقبة تنمية النباتات السيد أبراهام هيل ميكائيل إلى القيام بأعمال مراقبة مبيدات الآفات والحشائش وأنشطة الحجر لضمان تأمين الصحة والحياة المعيشية للمجتمع، موضحا بأن الاستخدام السيء للمبيدات غير القانونية يحدث تلوث في الطماطم، ويتوجب على كافة قطاعات المجتمع المساهمة في جهود تعريف المزارعين بالمبيدات وتأثيراتها وخفض التلوث الناتج عنها.
من جانبه أوضح مسؤول مراقبة المواشي السيد سعري أبراهام التلوث الذي يحدث على اللحوم والألبان ومشتقاتها نتيجة نقص النظافة والرعاية الجيدة، ويجب على المربين اتباع إرشادات المهنيين لضمان صحة المواشي ومنتجاتها. وأوصى الاجتماع لتقديم معلومات وافية عن المبيدات الحشرية للمزارعين واتخاذ خطوات جادة لمنع المبيدات غير المعروف جودتها وصحتها، والقيام بلقاءات دائمة مع خبراء الزراعة لرفع الإنتاج والإنتاجية. بدأت في مستشفى مصوع خدمات رعاية الأطفال الخدج بإقامة قسم مجهز خاص به بعد أن كان يعمل ضمن أقسام أخرى. وأوضح المدير الطبي لمستشفى مصوع الدكتور برهي تسفاي في مناسبة افتتاح القسم في 25 من أكتوبر أن الخدمات المقدمة للأطفال الخدج لم تكن بالمستوى المأمول لضيق الغرف، وبعد إجراء الصيانة اللازمة للمبنى وتحسين الأجهزة الطبية وتخصيص الكادر الصحي ارتقت الخدمات لمستوى أفضل. وأشار إلى أهمية القسم لتقديم خدمات المتابعة المستمرة للأطفال الخدج الذي يواجهون صعوبات صحية. من جانبها أوضح مسؤول الإدارة والمالية في مستشفى مصوع السيد يرجا جاني تنفيذ برامج فاعلة في السنوات الماضية لرعاية الأمومة والطفولة أدت إلى خفض الوفيات أثناء الحمل والولادة، وأن إقامة قسم الخدج يأتي في هذا الإطار. وقد شهد مستشفى مصوع توفير نواقص الخدمات بعد إجراء الصيانة الأساسية للبنى التحتية للمستشفى. مشاهدينا، هذه كانت أخبارنا المحلية، فصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أفاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه وصل ما لا يقل عن 10,000 من النازحين داخليا حديثا بالقوارب إلى بيمبا عاصمة مقاطعة كابو ديلغادو في شمال موزمبيق. معظمهم من النساء والأطفال يفرون من الصراع المستمر في المنطقة منذ 16 من أكتوبر. ولفت دوجاريك إلى تدهور الوضع الإنساني في كابو ديلغادو بالسرعة في الأشهر 10 الماضية بسبب الصراع والعنف، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 300 ألف شخص نازح الآن وهم بحاجة إلى المساعدة المنقذة للحياة. وتلقت خطة الاستجابة الإنسانية السريعة لكابو ديلغادو حوالي 60% من المبلغ المطلوب. أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا يمكننا أن نستسلم، وعلينا أن لا نستسلم في المعركة ضد كوفيد-19 مع تجدد تفشي الوباء في أوروبا كما في الولايات المتحدة الأمريكية. وأقر رئيس المنظمة بأن إرهاقا يسود الدول بعد أشهر من مكافحة الوباء الذي أسفر عن وفاة أكثر من 1.1 مليون شخص، لكنه دعا إلى مواصلة المعركة قضاة إعلان كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز أن الولايات المتحدة لن تتمكن من السيطرة على الجائحة وتركز في شكل أكبر على الأدوية واللقاحات في مواجهة ازدياد الإصابات الجديدة لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة. يكرر مسؤولو منظمة الصحة العالمية بلا كلل الرسالة نفسها أنه لم يفت الأوان مطلقا لمكافحة الفيروس، ويجب استخدام كل الوسائل المتاحة من أجل ذلك، ومحاولة تجنب فرض تدابير احتواء عامة جديدة مثل ما حدث في الربيع. وشدد مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل راين على خطورة الوضع في أوروبا من أيسلندا إلى الشرق الأقصى الروسي. صرحت بكين أنها ستفرض عقوبات على عدد من الشركات الأمريكية بما في ذلك لوكهيد مارتن لصناعة الأسلحة وبوينغ للطائرات التي شاركت في بيع أسلحة لتايوان وفقا لشبكة CNN الأمريكية.
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في حديثه خلال مؤتمر صحفي الولايات المتحدة إلى وقف بيع الأسلحة لتايوان وقطع العلاقات العسكرية. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل العقوبات بعد، لكن تشاو قال إنها ستطبق على الأفراد والكيانات الأمريكية ذات الصلة التي لعبت دورا سلبيا في مبيعات الأسلحة. وذكر على وجه التحديد أن العقوبات ستؤثر على الشركات الأمريكية الكبرى. من جانبها أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس تهديد الصين بفرض عقوبات، قائلة أنها غير مثمرة. وفي الأسبوع الماضي أخطرت الولايات المتحدة الكونغرس رسميا بالبيع المقترح ل3 أنظمة أسلحة متطورة إلى تايوان بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار. قالت السلطات إن حاوية ترفع علم البرتغال اصطدمت بكاسحة ألغام تابعة لأسطول اليونان قابلة ميناء بيريوس. وأظهرت لقطات تلفزيونية السفينة التابعة لأسطول اليونان تميل على جانبها وتغرق. وقال مسؤول من حرس السواحل إن 2 أصيبا بجروح طفيفة. وأضاف أن طاقم السفينة اليونانية المكون من 27 فردا نقلوا إلى مكان آمن. وأضاف المسؤول أن الحاوية ميرسيك لونشيستون لم تلحق بها أضرار. وتابع أنه لم يتضح على الفور كيف وقع التصادم، لكن سيجري التحقيق في الأمر. ختام النشرة، إلى اللقاء.